قبل أكثر من 1400 عام حدث أمر مهم في مدينة النجف الأشرف، وهو أن النبي الأكرم محمداً صلى الله عليه وآله صلى في مدينة النجف الأشرف أثناء رحلة الإسراء والمعراج، وتحديداً في مسجد الكوفة المعظم، والذي اخترناه عنواناً لبرنامج الرسالة الرمضانية. من صلى في هذا المكان ليس شخصاً عادياً، إنه سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والمرسلين، إنه الرحمة المهداة إلى العالمين، إنه نبي الرحمة والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فداك نفسي وروحي يا حبيب قلوب المؤمنين يا رسول الله. سيدنا، يا ريت تحدثونا عن المكانة الدينية والقدسية لمقام النبي محمد في قلوب المؤمنين، وهو ضمن أروقة مسجد الكوفة المعظم. هذا المقام الطاهر للنبي محمد صلى الله عليه وآله نزل في رحلة الإسراء، عندما مر فوق المسجد المعظم سأل البراق عن هذا الضوء المنبعث من هذا المكان، فأجابه إنها أرض كوفان، فقال أنزلني لأصلي في هذا المكان المعظم. هذا المسجد المعظم هو بيت آدم وبيت إدريس وبيت نوح عليه السلام، وهو مصلى إبراهيم الخليل ومصلى الخضر. المقام الطاهر للنبي محمد صلى الله عليه وآله هو واحد من المقامات التي في هذا المسجد المعظم. أكيد يحظى بقدسية لدى الأمانة العامة واحترام، لأنه شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بكل تأكيد هو يعني منزلة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قلوب المؤمنين، ونحن أتباعه، وهو سيد المرسلين وحبيب إله العالمين، فبالتأكيد هو المنزلة العظيمة لهذا المقام المعظم. يعد مسجد الكوفة المعظم من أشرف المساجد بعد بيت الله الحرام والمسجد النبوي، وكان معبداً للملائكة قبل خلق آدم عليه السلام، وهو أحد المساجد الأربعة التي يخير المصلي فيها بين القصر والتمام، والتمام أولى. منذ أن وضع آدم عليه السلام الحجر الأول في التأسيس لهذا المسجد، إلى أن كان هذا المسجد مدرسة للإمام الصادق عليه السلام، وقبل كانت مقر حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وسيكون محط رحل بقية الله الأعظم أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فهذا المسجد المعظم منزلته ومقامه في قلوب المؤمنين وفي التاريخ الإسلامي منزلة عظيمة، هو رابع المساجد وفيه يستحب إتمام الصلاة كما في الحرم المكي والحرم المدني في المدينة المنورة والمسجد الأقصى، فهو من المساجد المعظمة التي خصها الله بالمنزلة. وأخبرنا أمير المؤمنين أن هذا المسجد سيأتي يوم القيامة بثوبين أبيضين يشفع لمن صلى فيه. الآن نحاول ضمن برنامجنا الرسالة الرمضانية، ما هي الأجواء الرمضانية؟ كيف رصدت الأمانة العامة لمسجد الكوفة المعظم حركة الزائرين، وما الذي اختلف عن باقي الأيام؟ هو المسجد المعظم يزوره المؤمنون في طول السنة، لكن يعد شهر رمضان المبارك محطة مهمة بالنسبة للزائرين في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر. نحن في أمانة مسجد الكوفة المعظم أعددنا برنامجا حافلا للاحتفاء بالشهر المبارك من خلال إقامة الجلسات الختمات القرآنية في طيلة النهار والمجلس اليومي، بالإضافة إلى قراءة دعاء الافتتاح والأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا المسجد المعظم يأمه الزائرين من
المدينة ومن كل مناطق العراق، فهو نقطة مثابة لاستقطاب المؤمنين في أيام شهر رمضان المبارك، ويعد أيضا مثابة لزائري العالم الإسلامي من دول الإسلامية في كل العالم الإسلامي يأتون إلى هذا المسجد، وتراه مكتظا بالزائرين وبمحبي أهل البيت يعني مكان للعبادة وللتعلم، فهو جامع وجامعة. هذا المسجد ليس يعني لا دوره ليس بذلك الدور المحدود. تحدثتم عن البرنامج العبادي الآن والبرنامج العقائدي، ما هو برنامجكم الخدمي لخدمة الزوار؟ احنا يعني في خلال هذا الشهر الفضيل نشكل فريق عمل من خلال كل الأقسام الساندة لعمل الإدارة والأمانة في سبيل توفير كل ما يحتاج الزائرين من يعني نظافة المكان إلى المحافظة على أمن المكان من خلال قسم حفظ النظام، من خلال الخدمات العبادية التي يقدمها قسم الشؤون الدينية، من خلال الأنشطة الثقافية التي يقدمها قسم الشؤون الفكرية والثقافية، من خلال كل يعني تضافر جهود كل الأقسام، القسم الشؤون الهندسية وكل الأقسام تؤدي دورها في سبيل خدمة الزائر الذي يأتي إلى هذا المكان المعظم. تميز هذا المسجد في العراق والعالم الإسلامي بفريضة الاعتكاف، وهي من العبادات العظيمة. سيدنا الحبيب، هناك فريضة دينية امتاز بها هذا المسجد، وهي فريضة الاعتكاف. نعم. يا ريت تحدثنا. الاعتكاف احنا يحصل عندنا مرتين في السنة، في الليالي البيض في شهر رجب المعظم، وفي شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر. واحنا تقريبا في الأيام التي في السنين التي كانت فيها الجائحة توقفت هذه الشعيرة، لكن احنا هذه السنة كانت مر علينا شهر رجب، كان أعداد كبيرة جدا، واحنا عندنا نظام في تسجيل المعتكفين. يعني اكو قاعدة بيانات خاصة بهم؟ اكيد، لا هو المعتكفين يعني تأخذ منهم وثائق ويسجلون بطريقة رسمية، يدخلون بطريقة يعني منظمة. بالإضافة إلى هذا المسجد المعظم يوفر لهم وجبتي إفطار وسحور ما شاء الله. وهم تعرف المعتكفين يجب أن يتحركوا ضمن إطار الحدود الشرعية للمسجد. اعتكاف شهر رمضان أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. الاعتكاف في شهر رمضان المبارك في العشر الأواخر. في العشر الأواخر اعتكاف هنا لمدة 10 أيام أكثره، لكن أقله يستطيع المعتكف أن يعتكف لمدة 3 أيام، يبقى بلياليه وأيامه داخل هذا المسجد، لا يغادر الحدود الشرعية. بالإضافة إلى أنه يعني حتى لقضاء حاجته طبعا احنا نوفر لهم اماكن قريبه من المسجد المعظم، بالاضافه لانه نوفر لهم وجبات طعام واماكن للنوم وللاقامه. وهم يعني عاده المؤمنين يمارسون طقوس عباديه، يعني تعرف ياتي الشخص لغرض العباده، يعني يقضيها بالتعبد والتهجد وقراءه الدعاء، قراءه القران، وهكذا في أجواء يعني روحانية. نعم. سيدنا العزيز، هل نشاهد مستقبلا توسع لهذا المسجد المعظم؟ المسجد المعظم حدوده الشرعية هي هذه، أكو هناك مشاريع تطوير. نعم. والأمانة أمانة مسجدكم المعظم مقبلة على توسعة من جهة صحن مسلم بن عقيل عليه السلام. سيكون لدينا توسعة كبيرة، هو صحن أبو طالب عليه السلام ما شاء الله. من جهة صحن مسلم بن عقيل عليه السلام في الباب المعروفة بباب عقيل، وهذه الجهة سيكون فيها حركة أعمار مقبلة إن شاء الله. نعم. في الأيام القريبة. كملت أوراق استملاك الدور؟ لا استملاك منذ زمن طويل استملكت. نعم. لكن أعمال الخرائط حتى التحضيرات اللوجستية الهندسية وكلها كاملة منذ زمن طويل.
لكنه الإجراءات القانونية والرسمية لبدء العمل تقريبا هو سيبدأ في اليومين المقبلين، يعني في الأيام القليلة المقبلة. هذا خبر يختص به فضائية العتبة الحمد العلوية. لله إن شاء الله خلال يومين راح يعني في اليومين أنا قصدي بمعناته الأيام المقبلة، يعني إن شاء الله سيبدأ العمل في توسعة لصحن أبو طالب، شيخ البطحاء أبو طالب عليه السلام سلام الله عليه. سيدنا العزيز شكرا جزيلا، الله يحفظكم وتقبل الله طاعاتكم. نسأل الله، وتحية نريد أن نبعثها لكل خدام المسجد. نسأل الله أن يوفقكم لخدمة مذهب أهل البيت عليه السلام، ونحن خدام لهذا المكان وخدام لمذهب الحق، ونسأل الله أن يقبلنا خدام لهذا المسجد المعظم، ونكون إن شاء الله جنود مخلصين تحت راية بقية الله الأعظم، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شكرا جزيلا سيدنا، أنا ممنون منك، الله يبارك بكم. فعندما تبصر العين إلى أي زاوية من زوايا المسجد نجد هناك حكمة أو قصة أو حادثة، فتعددت خصال هذا المسجد المبارك ومزاياه. لمسجد الكوفة المعظم أبواب عديدة، منها باب الثعبان وباب الرحمة وباب كندة وباب السدة وباب الحجة، ونحن الآن نقف في باب الثعبان. وعن أصل تسمية هذا الباب بالثعبان فقد ورد عن الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي إن ثعبانا عظيما قد دخل من هذه الباب واتجه نحو المنبر، حيث كان أمير المؤمنين يصلي هناك ويلقي إحدى خطبه، وهرع المؤمنون جميعهم إلى قتل الثعبان أو طرده، ولكن أمير المؤمنين روحي له الفداء أمرهم بأن يتوقفوا وأن يتركوه، فتوقف الجميع وتركوه، فاتجه الثعبان وانساب نحو أمير المؤمنين ونحو المنبر، فسلم على أمير المؤمنين هناك وقال له أمير المؤمنين من أنت؟ فأجابه وعرفه عن نفسه وقال إن أبي خليفتك على الجن وقد مات وقد أوصاني بأن آتيك وأستطلع رأيك، فما تأمرني به وما ترى يا أمير المؤمنين؟ فأجابه سيدي ومولاي علي بن أبي طالب عليه السلام أوصيك بتقوى الله وأن تنصرف وأن تقوم مقام أبيك على الجن فإنك خليفتي عليهم. ومن هنا انطلقت تسمية هذا الباب بباب الثعبان، فكل ما ورد ليس غريبا على سيدي مولاي علي بن أبي طالب عليه السلام، فعلي حبه جنة قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. باعتبار بانه شهر رمضان هو خلينا نقول شهر القرآن، فهنا اللي يميز يعني كافة العوائل النجفية خلينا نقول والكوفية بشكل خاص، تعتبر بانه مسجد الكوفة الملاذ لها للزيارة لقراءة القرآن. وهنا بشهر رمضان تكثر الزيارات بسبب انشغال الناس قبل شهر رمضان بالعمل وبالهذا، فهنا يستغلوها فرصة للزيارة ومراجعة النفس كقراءة القرآن وزيارة العتبات المقدسة. وندعو في هذه الأيام المباركة لموتانا ولأحبابنا الذين فقدناهم في هذا العام والآن هم لم يحضروا معنا هذه السنة، فنقرأ سورة الفاتحة لهم خاصة بعد الجلسات القرآنية. شهر رمضان شهر الخير والطاعة، شهر أنزل فيه القرآن، شهر فيه يوم عظيم
وهو يوم ليلة القدر التي تكون هي خير من 1000 شهر. هذه الأيام هي مباركة لنا ولجميع الأمة الإسلامية، شهر طاعة، شهر احترام الفرد لأخيه، شهر احترام الأخ لوالده، شهر احترام الجار لجاره. هذه الأيام هي مباركة، يجب استغلالها في هذه الأيام لأنها أشهر عظيمة ولا تعوض. حجينا حبيبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بخير ورمضان كريم عليكم. إن شاء الله عليكم وعلينا بجاه محمد. حجينا أبو من؟ أبو يونس. أبو يونس. نعم عيون. أنت من وين خالي؟ أنا من الناصرية. حياك الله خالي. أهلا. نتشرف بيك. وبكم إن شاء الله. أنت مشرف. شفت الأجواء الرمضانية؟ والله أجواء في شهر رمضان أجواء خير إن شاء الله وفرح والحمد لله ونعمة من الله وموفرة كل الأمور الموجودة. نعم. وكل يعني القضايا كلها موجودة والحمد لله. أنت الآن كزائر، نعم. شنو اللي يميز شهر رمضان عن بقية الأيام؟ يعني شهر رمضان بالطبع اكو شهر، نعم. شهر مفضل. نعم. والناس يعني يقول ذاك مصاغه اذا كلها. نعم. ونصر صايمه ان شاء الله. نعم. وما يبيها في الشغله معينه ونعمه من الله دول. نعم. الشعب كله الحمد لله ومتوفره كل الامور، التغذيه ان شاء الله متوفره والقضاء متوفره له وان شاء الله كل الخير موجود. اليوم المنطقه تتعرض لزلازل في سوريا وفي تركيا. نعم. اخواننا المسلمين طبعا. اي اليوم انتم دوركم بالدعاء مقبول، يعني انتم في هذه الاماكن إن العطره شاء وهذه الرحاب صح. المباركه وانتم بجوار مسجد الكوفه المعظم. صحيح والله العظيم. احنا بالنسبه لنا كل الاسلاميين مو فقط بس احنا، كل الاسلام الموجودين خاصه المسلمين الموجودين والشيعه يدعون بانه يرفعون هاي الغمه عن هاي الامه. نعم. دولا ويسترون على الناس من هاي الكارثه هاي الموجوده والله. نعم. العظيم. وبالنسبه للعراقيين الموجودين ما قصروا، حتى احنا موجودين يعني تمت المساعدات من عندنا من قبلنا ودينا هذا الشعب السوري. وقد قال أحمد من قبلها: أحب عقيلا وآل عقيلي، فصدقت ما قاله أحمد وما كنت عن قوله بالنكول. أبو الفضل مثلك في كربلاء، أبو الفضل مثلك في كربلاء، إذا كنت أعدمهم للمثيل، فذاك أخوه وأنت ابن عم، فذاك أخوه وأنت ابن عم، ولا فرق بينكما في الأصول. وحسبك فخرا بأن عليك على في الجنان صرأخ البتول. متواصلين معكم محبة المشاهدين وضمن برنامج الرسالة الرمضانية، ووصلنا الآن إلى مكان تتشوق له الأرواح لتسبق الأبدان. هنا يرقد الضمير الإنساني، هنا عنوان الوفاء المطلق، هنا يرقد المقتاد أسيرا لسطح الإمارة، لتقوم الملائكة بتشييعه نحو الفردوس الأعلى. إنه سفير الإمام الحسين مسلم بن عقيل عليه السلام. بهاي الرسالة الرمضانية شفنا وياكم شلون اكو علاقة روحية تربط الناس بهذا المكان العبادي اللي كان معبدا للأنبياء والمرسلين، وخاصة بمثل هيج أيام مباركة. ولذلك نشوف الناس تأدي شعائرها الإيمانية وتتوجه بالدعوات لكافة المسلمين. ومو بس هنا، شفنا الناس تهدي الختمات القرآنية لأرواح موتاهم الموالين لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
إمام الهدى اشتقنا، إمام الهدى اشتقنا، فهل من ممهدي لطلعتك الغراء إشراقة الغد. وإن قلوبا للمحبين زينت، وإن قلوبا للمحبين زينت إليك ودورا من وفاء وسؤدد. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا إلى نهاية رسالتنا الرمضانية، إلى أن نلتقيكم في حلقات أخرى، في أمان الله وحفظه.